يامال يتحدى إصابته بكل ما أوتي من قوة لأجل حلم واحد. برشلونة يراقب الوضع بشكل شديد ويضع شروطه الخاصة قبل أن يأذن لنجمه بالمشاركة. برشلونة يفاجئ الجميع بتحديد بديل مفاجئ لباستوني. كل هذا وأكثر في هذه النشرة الإخبارية المفصلة. اليوم في أخبار برشلونة بالعربية عندنا قصص لا تنتهي، ابقوا معنا حتى النهاية. ولكن قبل التفاصيل صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل. الخبر الأكثر أهمية اليوم لكل عشاق برشلونة وإسبانيا في نفس الوقت. كشفت تقارير صحيفة آس الإسبانية أن البارسا يتابع عن كتب تعافي لاعبه الشاب لامين يامال من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى، وأن النادي الكتالوني وضع شروطا واضحة قبل أن يعطي موافقته النهائية على مشاركة النجم الموهوب في مباريات كأس العالم. القصة الكاملة تبدأ من مباراة سيلتا فيغو في أبريل الماضي، حين تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة بعد تسديده ركلة جزاء في ملعب الكامب نو. الإصابة أبعدته عن نهاية الموسم، لكن الرجل رفض أن تسرق منه حلمه في المشاركة مع إسبانيا في المونديال. انضم للمنتخب الإسباني في 30 من مايو، وهو لا يزال في مرحلة التعافي والتأهيل، وهو ما يعكس شخصية مقاتلة لا تعترف بالمستحيل. برشلونة من جهته لم يترك الأمر للصدفة. أفادت التقارير بأن فرناندو غالان أخصائي العلاج الطبيعي في برشلونة والعضو في الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني في نفس الوقت يبقي النادي الكتالوني على اطلاع مستمر ولحظي بكل تفاصيل تعافي اللاعب. هذه القناة مباشرة تعكس مدى الأهمية التي يوليها برشلونة لسلامة يامال فوق كل اعتبار. مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي قال بوضوح في مؤتمره الصحفي: إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كما هي الحال حتى الآن، يفترض أن يكون يامال جاهزا لمباراة 15 يونيو أمام الرأس الأخضر. لكنه أضاف جملة مهمة: هذا لا يعني بالضرورة أنه سيشارك. هذه الجملة وحدها تعني أن القرار النهائي لن يكون طبيا فقط، بل سيكون استراتيجيا أيضا، وأن إسبانيا قد تفضل الإبقاء على يامال المباريات الأصعب في المراحل المتقدمة بدلا من المجازفة به في مباراة الرأس الأخضر. ما الذي يعنيه هذا لبرشلونة؟ النادي الكتالوني يعيش قلقا حقيقيا، لأن أي انتكاسة في الإصابة خلال كأس العالم قد تمتد تأثيرها إلى بداية الموسم الجديد، وهذا يفسر لماذا وضع البارسا شروطه بدلا من ترك القرار لمدرب المنتخب وحده. الخبر الثاني يفتح ملفا كنا نظن أنه محسوم. أفادت تقارير رياضية متعددة بأن برشلونة بدأ يبحث بجدية عن بديل لأليساندرو باستوني مدافع الانتر ميلان، بعد أن أشارت التقارير إلى أن الاهتمام البرشلوني بالإيطالي ربما كان مبالغا فيه. تقارير كشفت أن البارسا حدد لاعب بورتو البرتغالي كبديل محتمل، وهو خيار لم يتوقعه أحد. لماذا بورتو تحديدا؟ اللاعب البرتغالي أمضى موسما استثنائيا مع ناديه، وأثبت أنه مدافع من المستوى الأوروبي الرفيع. سعره في سوق أقل بكثير من باستوني، والذي تطلب الانتر أرقاما تتجاوز 60 مليون يورو، وهو يتيح لبرشلونة توزيع ميزانيته الصيفية بشكل أذكى على أكثر من محور بدلا من استنزاف كل الموارد في مدافع واحد. أليساندرو باستوني من جهته لم يطلب الرحيل من الانتر، ولم يعلن رغبته في الانتقال، وهو ما جعل المفاوضات أصعب مما توقعه البارسا في البداية. اللاعب في وضع مريح داخل مشروع الانتر، وليس تحت أي ضغط ليقبل بأي عرض، مما يعطي الإيطاليين ورقة ضغط قوية في التفاوض. هذا الواقع هو ما دفع البارسا يضمن له تعزيز الدفاع دون انتظار صفقة قد تطول. الآن رأيي الشخصي صريح فيما يجري في برشلونة هذه الأيام. أبدأ بيامال لأن الحديث عنه لا يمل. الرجل أنهى هذا الموسم برصيد 28 هدفا و16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وهو لاعب لم يتجاوز 18 من عمره. هذه الأرقام لا ينتجها لاعب موهوب، بل ينتجها لاعب استثنائي نادر. تفوقه على مبابي وفينيسيوس في جائزة أفضل لاعب في الليغا ليست صدفة ولا مجاملة. الرجل يلعب بنضج لاعب في الثلاثينيات من عمره، وبسرعة وجرأة شاب في أوج قوته. هذه الثنائية النادرة هي ما يجعله مختلفا عن كل موهبة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة. لكن يامال الآن أمام اختبار حقيقي وليس ملعبا مع برشلونة. كأس العالم ليس دوري إسبانيا، الضغط مختلف، المراقبة مختلفة، والمدافعون الذي سيواجههم سيأتون مستعدين تماما لإيقافه تحديدا. هذا الاختبار سيحدد إذا كنا أمام نجم حقيقي قادر
قادر على رسم تاريخ الكرة العالمية أم أمام لاعب ممتاز في سياق فريقه؟ أنا شخصيا أراهن على الأول. وبخصوص ملف الدفاع فرأيي صريح، هذا هو ملف الأكثر أهمية لبرشلونة هذا الصيف، وليس المهاجم الهجومي فيه يامال وليفاندوفسكي ومن يأتي معهم، لأن الدفاع كان نقطة الضعف الأكبر هذا الموسم، والسبب الرئيسي وراء خروج البارسا في دوري الأبطال في مرحلة لم يتوقعها أحد. إذا أراد فليك المنافسة على كل البطولات الموسم القادم فالدفاع هو الاستثمار الأهم وليس الأغلى. لاعب بورتو كخيار بديل يعكس تفكيرا ذكيا، لأنه يحل المشكلة بتكلفة أقل ويبقي باب الصفقات الأخرى مفتوحا. الخطر الوحيد في هذا المسار هو أن برشلونة إذا تراجع عن باستوني ووقع على بورتو ثم أتى ناد آخر وضم باستوني، فستكون صورة الإدارة الكتالونية محرجة جدا أمام الجماهير والتي كانت تنتظر الاسم الكبير. يامال يتفوق على مبابي تاريخيا والأرقام تتحدث. الخبر الأخير يضع يامال في مكانه التاريخي الحقيقي. كشفت التقارير الرياضية أن يامال كان على بعد هدف واحد من تجاوز رقم مبابي القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في دوري الأبطال قبل بلوغ السن 19. مبابي سجل 10 أهداف قبل هذا العمر، ويامال اقترب منه بشكل لافت رغم الإصابة التي سرقت منه جزءا من الموسم. الأرقام الإجمالية ليامال هذا الموسم تضعه في تصنيف مختلف تماما: 28 هدفا و16 تمريرة حاسمة في كل المسابقات مع لاعب لم يبلغ 19 بعد. مبابي الذي أنهى الموسم كهداف الليغا ب25 هدفا لم يكن كافيا لمنافسة يامال على جائزة أفضل لاعب في الدوري. هذا وحده يلخص حجم ما حققه الشاب الإسباني في موسم كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لولا الإصابة. سؤال اليوم: هل تتمنون أن يشارك يامال في مباراة إسبانيا الأولى أمام الرأس الأخضر حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، أم تفضلون أن ينتظر المباريات الأهم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، وأفضل تعليق سأرد عليه في الفيديو القادم. غدا سنتابع آخر مستجدات تعافي يامال وكل جديد في ملف الدفاع مع برشلونة. اشتركوا في أخبار برشلونة بالعربية وفعلوا الجرس. نراكم غدا.